السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف مع بعض بحاجة كنا هنرميها وبأقل من كيلو دقيق عملنا المعجنات التحفة دي. هنعملها بطريقة سهلة ولذيذة ونقدر نبدل بيها ايه عن ايه او نستخدم ايه عن ايه، هنشوف واحنا شغالين في الفيديو. ده كان معايا كيلو الا ربع دقيق. انا كان عندي كيس دقيق اللي هو الكيلو، خدت منه اشتغلت منه في المطبخ وسبت منه كمان شوية دول كده على جنب عشان لو احتاجته. وكمان هنا كان عندي كيس خميرة فضيته في الكوباية وحطيت عليه معلقة كبيرة سكر وحطيت عليه ميه دافيه زي دمعه العين. انا الحته دي ما اتصورتش معايا بس حبيت اوريها لكم زي ما احنا شايفين كده. دي الميه الدافيه اللي بدمعه العين. وهنجيب الدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين، هنحط عليه رشه ملح مش اكتر من كده. دي الحاجات اللي انا استخدمتها للدقيق. طبعا مش قادره اقول لكم انتوا وحشتوني قد ايه، انتوا وحشتوني كتير جدا. احنا بقالنا كتير قوي ما صورناش فيديوهات مع بعض. نزلت لكم كام فيديو في الفتره الاخرانيه من السفر بتاعي. انا كنت مشغوله جدا من بعد العيد، كان عندي ضغط شغل جامد قوي، ما كنتش فاضيه فعلا ما اصور ولا حتى اعمل اكل هنا في البيت. وبعد كده جيت سافرت فما ما لحقتش اصور لكم اي حاجه. فهنصور مع بعض ان شاء الله الفتره اللي جايه حاجات حلوه جدا. هنا حطيت ربع فنجان زيت، حابه تزودي ممكن من ربع لنص فنجان، مش اكتر من كده. تمام، انا مش عايزه العجينه بتاعتي تبقى فيها زيت كتير، انا عايزاها يبقى الزيت بتاعها برضو قليل. تمام كده. ده اللبن الرايب اللي كان عندي في التلاجة، كان عندي نص كيلو لبن، جيت اغليه لقيته راف. طبعا انا مستحيل ارميه، طبعا ده كنز في البيت، فلا احنا خدناه عشان نعمل منه ايه، العجينه بتاعتنا دي. حطيت الخميره الاول، حطيت نص اللبن الرايب، بعد كده حطيت الخميره علشان انا هنا ما عنديش امكانيه ان انا ازود دقيق لان طبعا ما كانش عندي دقيق. فحطيت الاول الخميره، يعني حطيت الاول شويه من اللبن الرايب، بعد كده حطيت الخميره اللي عندي كلها وهشوف هستخدم اللبن الرايب كله ولا لا. يبقى انا هنا خدت اللبن الرايب كله، يبقى العجينه بتاعتي خدت نص كيلو اللبن الرايب اللي كان موجود عندي، وخدت كمان عليهم نص الكوبايه الدافيه اللي انا كنت مدوبه فيها الخميره. خلاص كده يبقى انا خدت الخميره بتاعتي. عملت ايه، عملت الكيس الخميره، حطيت عليه معلقه سكر، حطيت عليه نص كوبايه ميه دافيه بدمعه العين كده، مش سخنه قوي، لو سخنه هتموت لي الخميره، ولو ساقعه هتغيب شويه قبل ما تخمر معايا. تمام. وجبت الدقيق بتاعي، حطيت عليه رشه الملح وحطيت عليه ربع فنجان زيت، فركت الدقيق بتاعي كويس قوي بالزيت كده. وبعد كده حطيت عليه اللبن الرايب، حطيت عليه نص كميه اللبن الرايب اللي عندي، وبعد كده قلبته شويه، وبعد كده حطيت الخميره، وبعد كده فضلت احط لغايه لما العجينه خدت معايا. هي خدت معايا نص كيلو لبن الرايب والخميره بتاعتي اللي هي نص كوبايه الميه. تمام كده خلاص، عجنت معايا كويس، بعجنها كويس قوي لغايه لما الاقي العجينه بتاعتي نعمت معايا. لو احتاجت تزود حاجه تانية ازودها شويه ميه دافيه مش اكتر من كده. خلاص ما بزودش حاجه تانية عليها. وبعد كده بروح مغطيها بكيس بلاستيك كده زي ما احنا شايفين عشان تخمر معايا بسرعه، وبحط عليها فوطه. بلم الحاجه بتاعتي. هنا العجينه بتاعتي كانت خمرت معايا زي ما احنا شايفين. خلاص هقسمها نصين، هقسمها نصين لان هعملها وصفتين، الوصفتين احلى من بعض. فانا هنا هقسم العجينه بتاعتي، هعمل منها دي الطويله. انا بقطعها كده، اقطعها 3 قطع طويله واركنها على جنب. ليه طويله؟ لان انا عايزه اكون فرداها بالطول، مش عايزاها تكون مدوره. وهنا الجزء التاني هعمله كورتين كده واركنه على جنب. خلاص يبقى انا عملت العجينه بتاعتي جزئين. طبعا العجينه دي الكميه اللي انت عايزاها، ممكن تعملي كيلو دقيق 2 كيلو، ممكن تعملي وصفه منهم واحده بس بنص كيلو دقيق، فاللي يريحك اعمليه. خلاص يبقى انا هنا في الوصفه الاولانيه جبت كيس تلاجة زي ما احنا شايفين، هفرد عليه اول واحده اللي انا كنت مقطعاها طويله. هبدا بدي الاول لان دي بتاخد وقت اكتر، فهبدا بيها الاول. انا هنا هعمل ايه، انا هعمل هنا باتيه، هعمله بطريقه سهله ولذيذه مش هياخد معايا اي وقت. هنا فردت العجينه بتاعتي وجبت سمنه بتاعتي، سيحتها شويه صغيره قوي كده على النار. وبعد كده بدهن القطعه اللي انا فردتها، انا بفردها بسمك رقيق مش بفردها بسمك عريض. ليه؟ لاني هرجع افردها تاني. هي مش هيفرق معايا برضو السمك قوي، بس انا الى حد ما عايزه افردها بسمك رقيق شويه علشان تاخد معايا كميه محترمه من السمنه. وبعد كده هفرد الجزء التاني واحط 3 اجزاء على بعض. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. احنا هنا برضو مش يعني انا هنا برضو ايه، التوريقه بتاعتي مش اقوى حاجه. احنا هنا نخلي بالنا ان التوريقه بتاعتنا هنا هتبقى خفيفه جدا، لان التوريقه عشان تديني التوريقه الكويسه بتبقى بالزبده، وبتبقى الزبده كمان بدرجه حراره الغرفه مش سايحه. تمام. احنا هنعمل ان شاء الله الباتيه اللي على اصوله مره تانية مع بعض، بس ده طريقه سهله جدا. الباتيه تقدري تعمليها لولاد البيت واحلى بكتير قوي من بتاع الفرنه، بجد حلو جدا. وبصوا زي ما احنا شايفين الكيلو معانا، كيلو الا ربع دي ده هيطلع معانا كام واحده باتيه، وهيطلع معانا كمان كام بيتزا. خلاص كده يبقى انا هنا هنعمل بيتزا، ميني بيتزا، وهنعمل كمان الباتيه. هنعمل حاجه الافران في البيت بطريقه سهله وجميله ومش مكلفه خالص. حطيت الطبقه التانية، حطيت عليها برضو سمنه كده فردتها، وبعد كده حطيت الطبقه الاخيره واحط عليها برضو سمنه من فوق، وهلفها في الكيس. معلش انا الكاميرا كانت بعيده شويه، هلفها بالكيس كده واحطها في طبق واحطها في الفريزر شويه.
انا ممكن احطها في التلاجة لو انا مش مستعجله عليها، بس عشان انا كنت مستعجله عليها عشان اولع الفرن مره واحده، فحطيتها ايه في الفريزر، عشان انا كل اللي انا محتاجاه ان السمنه بتاعتي تجمد شويه، عشان لما السمنه بتاعتي تجمد اعرف افردها. هنا باخد الجزء التاني من العجين، الكورتين اللي انا عاملاهم باخد كوره كوره افردها. دي كنت انا جايبه اقطعها كده للعجين، تقطعها لي دواير، بس زي ما احنا شايفين الدواير بتاعتها كانت صغيره جدا وما نفعتنيش بصراحه. عايزه مثلا بسكوتات، عايزه حاجات اللي هي تبقى صغيره، انما مع الميني بيتزا مش هتنفع، لان انا كنت عايزه اعملها كبيره شويه. فرحت واخده العجينه بتاعتي لميتها، اللي انا قطعتها دي لميتها وركنتها على جنب، لان هي محتاجه ترتاح عشان اعرف اقطعها تاني. وبعد كده عملتها كور كده زي ما احنا شايفين في القطعه التانية، وسبت اللي انا كنت مقطعاها ترتاح. بعملها كور كده، وباخد اول واحده انا عملتها وببدا افردها. انا العجينه بتاعتي خمرانها كويس ومرتاحه تمام، فاول واحده باخدها ببدا افردها، بتتفرد معايا بكل سهوله، ما بتاخدش معايا اي وقت. خلاص، قطعت كده الواحده عندي زي ما احنا شايفين. انا جبت الاول الصينيه بتاعتي او الصاج الفرن، بدينا نقطه زيت صغيره، ما بكترش الزيت، لان الزيت انا لو كترته هيحرق لي العجينه من تحت. بتبقى رشه صغيره كده عشان بس ما تلزقش معايا وتديني لون حلو. بفرد العجينه بتاعتي كده زي ما احنا شايفين، انا مش عايزاها برده تخينه قوي ولا رقيقه قوي، عايزه السمك بتاعها يكون حلو. ليه؟ لان هي كده كده هتخمر معايا كمان مره، فانا مش عايزاها تبقى ايه تخينه، ولو عملتها رقيقه اكتر من اللازم هتتحرق مني. فانا عايزاه يبقى سمكها كده يعني نص ملي تقريبا. خلاص، بفردها كده وبحطها في الصاج بتاعي زي ما احنا شايفين. وبعد ما نفرد الكميه اللي موجوده عندنا كلها، هنشوف هنعملها ازاي. طبعا انا اتاخرت عليكم فتره طويله جدا، احنا اخر فيديو تقريبا كنا منزلينه كنا ساعه العيد، فان شاء الله هنعوض الفتره اللي جايه دي. كمان الولاد هعوضهم، او بنوتي اللي عايشه معايا هعوضها ان شاء الله بالفتره اللي جايه دي، لان يبقى لي كتير قوي ما عملتش حاجات حلوه في البيت، او ما عملتش حاجات من اللي هي بتحبها. فان شاء الله الفتره اللي جايه يكون عندنا حاجات كتير حلوه. بصوا انا هنا بفردها زي ما احنا شايفين، كانت خلاص العجينه اللي عندي ارتاحت. بفردهم كده وبحطهم في الصاج بتاعي كله. بعد ما بفردهم كده في الصاج زي ما احنا شايفين، الصاج خدهم ما شاء الله. فاضل عندي 4 وحدات، هخرم كده نص العجينه بالشوكه في النص، بس ما بخرمش الاحراف. ليه؟ لاني انا عايزه الحرف يبقى قابب شويه، وفي نفس الوقت النص ياخد معايا الحشوه، ما يعلاش معايا، لاني لو عالي معايا الحشوه هتقع. بصوا بقى، انا دي كانت معلقتين كاتشب زي ما احنا شايفين، حطيت عليهم معلقه زيت زيتون وفركت عليهم شويه زعتر. دي الصلصه بتاعت البيتزا. لو انت مش بتحبي الكاتشب ممكن تستبدلي الكاتشب بصلصه، لان الكاتشب كمان يديني تسكيره حلوه قوي. انا كده مش محتاجه احط عليها كاتشب ولا اي حاجه، هتاكل كده زي ما هي. انما لو انت مش بتحبي الكاتشب حطي صلصه، هاتي صلصه من البرطمان عادي، واعملي نفس الطريقه كده. معلقه زيت زيتون او زيت عادي اللي متوفر عندك، رشه زعتر، بيديكي طعم احلى بيتزا. خلاص كده، انا هنا حطيت الخلطه بتاعتي على البيتزا بتاعتي. وهنا كمان هبدا بقى الجبنه، كان عندي شويه جبنه طبعا، خدت الجبنه نقصتهم للحشوه التانية اللي هي بتاعه الباتيه. وهاخد هنا كنت جايبه سلامي، ممكن تستبدلي السلامي ده بلانشون، ممكن ما تحطيش حاجه خالص، ممكن تحطي طماطم وتحطي فلفل، وممكن كمان يعني ممكن احط هنا فلفل رومي وما احطي السلامي ولا لانشون ولا اي حاجه. وممكن كمان احط بس استكفى بالجبنه والزيتون. خلاص، دي حاجه اختياريه، حاجه تخصك. ان انا هنا دي كانت جبنه موتزاريلا الحمدي، جبنه طبيعيه، انا بحب اجيب الطبيعيه، انت حابه تجيبي الميكس تمام اوكي مفيش مشكله. وكان عندي شويه جبنه رومي حطيتهم عليها وخلاص كده. يعني دي شويه جبنه رومي وشويه وجبنه موتزاريلا الحمد. خلاص، انت ممكن تجيبي ميكس جبن اللي هو الكيس على بعض، تقريبا الكيس ب35 جنيه. ممكن كمان اللهم صل على النبي، تجيبي جبنه موتزاريلا بس، اللي يريحك ايه اعمليه. انا هنا حطيت الكميه التانية اللي كانت متوفره عندي اللي هي من البيتزا، وهخرمها كده برده من النص زي ما احنا شايفين، واحط لها صلصه عشان احط الحشوه كلها على بعضها. ممكن زي ما احنا قلنا، ممكن نبدل السلامي ده فلفل، ما نحطش اصلا لحوم خالص، ممكن نحط لانشون برده هيكون حلو، اللي هو لانشون البيف برده هيكون حلو قوي معاه. بس انا بصراحه بحب طعم السلامي في البيتزا، هو كده كده كان موجود عندي في التلاجة فحطيته. باخد احط الحشوه في النص بس، ما بحطش الحشوه على الاحراف عشان ما تقعليش في وسط الصينيه. خلاص، الحشوه لو وقعت في الصينيه بتتحرق، بتديني ريحه مش حلوه. انا بحطها هنا في النص، بحاول اخلي السلامي من تحت والجبنه هي اللي من فوق، عشان السلامي ما يتحرقش معايا ويكون شكله مش حلو، يبقى عامل زي الكاوتش. خلاص، بحاول ان السلامي يكون من تحت والجبنه من عليه. بحط الحشوه في النص بس، هي كده كده لما بتسيح بتنزل على الاحراف يعني بتاعه الصينيه. وعندي فرن سخن ادخل فيه البيتزا، وهنبدا نكمل الباتيه بتاعنا. خلاص يا حبايبي، انا هنا رحت جبت الباتيه من الفريزر زي ما احنا عارفين، عجينه الباتيه بتاعتي انا كنت حاطاها في الفريزر، ورحت جبتها وفكيتها كده من الكيس زي ما احنا شايفين. انا كل اللي يهمني ان السمنه تكون متجمده، او السمنه بتاعتي تكون مسكت، انا مش عايزه العجينه تمسك، انا عايزه بس السمنه هي اللي تمسك. وهبدا افردها كده بالراحه، وبعد كده اقطعها. لما هنقطعها هنشوف الرقات بتاعتنا عامله ازاي. هنفرد كده واحده واحده،
وهنطبقها اكتر من تطبيق عشان تديني اكتر. كل ما هطبق اكتر كل ما تديني رقات اكتر. خلاص كده يبقى الباتيه عندي، الباتيه والكرواسون كل ما بطبق العجينه بتاعتي عدد اكتر كل ما بتديني رقات اكتر، لان طبعا كل تطبيقه والتانيه بيبقى فيها سمنه. انا هنا الباتيه بتاعي خفيف مفهوش سمنه كتير، السمنه بتاعته خفيفه خالص. انتي حابه تزودي هتخلي السمنه بدرجه حراره الغرفه، مش هتسيحيها، وهتحطي السمنه في النص وهتبقى برده حلوه جدا. ان شاء الله هنعمله مع بعض. الباتيه الاصلي احنا عملناه قبل كده مع بعض، بس هعمله تاني لان تقريبا ده من اول ما فتحت القناه، فهنعمله تاني ان شاء الله مع بعض. الباتيه الاصلي اللي هو بالزبده، هنعمل باتيه وكرواسون ان شاء الله ان شاء الله قريب قوي. خلاص انا هنا بطبقها كده، كل ما زي ما احنا قلنا كل ما بنطبق بتديني رقات اكتر. لو انا برضو عندي امكانيه في الوقت بطبق وبسيبها ترتاح شويه، انما عشان ما عنديش امكانيه في الوقت فايه ما بسيبهاش ترتاح. يبقى انا هنا لما بطبق واسيبها ترتاح بتتفرد معايا بكل سهوله. هنا كانت مغلباني شويه في الفرد علشان كمان انا ما ريحتهاش. خلاص كده. بس انا بصراحه وشغلت الفرن وعايزه الفرن يبقى مره واحده، كنت عامله فيه طاجن تحفه جدا، هنشوف ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وكمان طلعت الطاجن وحطيت البيتزا، فانا كنت هنا عايزه اشغل الفرن مره واحده، فقلت ايه لا اعملها بالمره. خلاص دوت برضه عشان نستغلال الفرن وعشان استغلال الوقت وعلشان كمان نعمل حاجه حلوه وتكون طعمها حلو. هنا خلاص فردتها كده زي ما احنا شايفين. بنفرد معانا كده، بنفرد بالراحه كمان عشان السمنه بتاعتنا ما تسحش وتطلع من العجينه. بنفرد بالراحه كده زي ما احنا شايفين. خلاص يا حبايبي، ما ننساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لنا كل جديد. وما ننساش كمان نسيب تعليق كده حلو زيكم، وهستنى التعليقات طبعا بتاعتكم كلها ايا كانت التعليقات. وهستنى كمان اذا كان عندكم ملاحظات على الفيديوهات يا ريت تكتبوها، ولو حد عايز يشوف اي وصفه يا ريت يكتبها لي وانا ان شاء الله هعملها له، سواء اعرفها او ما اعرفهاش. حتى لو ما اعرفهاش هسال عليها وهعملها لكم، لو اعرفها اكيد هعملها لكم وافدكم. وانتوا كمان لو حد عنده وصفه وحابب يكتبها يا ريت يكتب لنا الوصفه اللي موجوده عند اللي هو حابب ان احنا نشاركها يعني مع بعض، وانا ان شاء الله هو اطبقها في القناه ونجرب طعمها كلنا مع بعض. خلاص. على فكره انا بستفيد من قنوات كتير قوي او من فيديوهات تانية كتير، ساعات بتبقى في اكلات احنا كنا بنعملها زمان وانا ناسيها، فلما هما بيجوا يعملوها بفتكرها، فبفتكر ان فعلا انا كنت بحبها بس بقالي سنين ما عملتهاش. فيا ريت اللي عنده اكله مختلفه او اللي عنده اكله جديده او اللي عنده برضو اكله قديمه بس بقالها كتير مش ما حدش بيعملها يا ريت يكتبها لنا في التعليقات بتاعتي. خلاص يا حبايبي، انا هنا قطعت زي ما احنا شايفين، قطعتها كده بالطول وكل واحده هقطعها 2. هفردها كده. انا هنا بقى هفرد رقيق. ليه هفرد رقيق؟ لاني انا اصلا هلفها على بعضها. هنا كان معايا سجق، ده سجق بلدي، انا مش بحب الهوت دوج ولا بحب السوسيس، انا بحب السجق البلدي اكتر. خدت السجق بتاعي شوحته وقطعته كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده انا بجيبه كده بحطه جوه العجينه بتاعتي وبفردها وبلفها. وانا بلفها بشدها معايا. خلاص زي ما هنشوف كده انا بفردها كده واحط السجق واحط شويه الجبنه وانا بفرد بشد كده زي ما احنا شايفين كده. بصوا عشان تتفرد معايا وتديني طبقه خفيفه. انا هنا مش عايزه العجينه بتاعتي عاليه، انا عايزه العجينه بتاعتي رقيقه جدا الى حد يعني على قد ما اقدر. ليه؟ ممكن ربع ملي كمان. ليه؟ لاني انا برجع الفها تاني وبسيبها تخمر، فبلفها كذا طبقه على بعض وبسيبها تخمر، فانا لو ما رققتهاش هتبقى عاليه معايا، تبقى معجنه من جوه مش هتكون احسن حاجه. بصوا انا بفرد كده زي ما احنا شايفين، طول ما انا شغاله بفرد بحاول ان انا اخليها رقيقه على قد ما اقدر. وبعد ما بلفها كده حوالين بعضها بعملها رول، برجع اطبقها برجع ابططها تاني عشان برضو هي هترجع تخمر تاني. خلاص وهنشوف النتيجه ان شاء الله في الاخر عامله ازاي. زي ما احنا شايفين كده بصوا بفردها كويس قوي، عشان انا كده كمان عايزه وحده الباتيه تكون كبيره مش عايزاها تكون صغيره. لو انت عايزاها اصغر من كده او ميني باتيه هنصغرها اكتر من كده. خلاص يا حبايبي، انا هنا بحط السجق زي ما احنا شايفين وبحط الجبنه وبشدها كده بتفرد معايا وبتديني القطعه اللي انا عايزاها. بشوفوا بفردها رقيقه جدا وانا بكررها اكتر من مره، نفرد رقيقه على قد ما نقدر. كل ما تكون رقيقه كل ما تكون افضل، عشان لما اعمل الرول بتاعي يكون حلو ويكون ايه ما يكونش عالي قوي ونيجي نسويه يبقى معجن من جوه، يبقى عباره عن عجين من جوه. الفرق بين الباتيه وبين القرص ان الباتيه بيبقى طبقات رقيقه على بعض فبيديني طعم احلى. هنا الحته الاخرانيه دي ما كانتش تنفع تفرد عجينه زي ما احنا شفناهم، لا عشان ايه كانت من الحرف خالص، فانا لفيتها كده زي الحلزوني كده. خلاص وهحطها زي ما احنا شايفين كده، بحاول افردها برفعها على قد ما اقدر وبعملها كده شكل الحلزوني وبحطها برده في الصينيه معايا. هنشوفها دلوقتي لما حطيناهم في الصينيه ادي شكل الحلزوني. ونبطط الباتيه بتاعنا على قد ما نقدر عشان هو كده كده هيعلى تاني معانا، فانا مش عايزاه تبقى رقات تخينه، عايزاه تبقى رقات رقيقه. خلاص كده. وهنا بقى هبدا ادهنه معايا
واللي متابعني من زمان عارف ان انا ما بحبش ادهن المعجنات بتاعتي بيض. انا هنا عندي قشطه دي من على وش اللبن، انا دهنت بيها الباتيه بتاعي. ولو ما عنديش القشطه ديت انا بدهن سمنه او بدهن حته زبده بدهنها كده. او لو ما فيش خالص باخد معلقه لبن على معلقه نسكافيه وبحط عليها رشه هي شويه اللبن وشويه النسكافيه بس. حابه تحش رشه فانيليا لو بعمل معجنات حاجه حلوه، او لو ما بعملش حاجه حلوه ما بحطش عليها حاجه خالص. رشه اللبن معلقه اللبن ورشه النسكافيه، وبدهن بيها برضو وش المعجنات. خلاص انا ما بحطش لبن خالص، انا بدهن اي حاجه غير، قصدي ما بحطش بيض، بدهن اي حاجه غير البيض. وهنا هحط على واحده حبه البركه، واحط على واحده تانية سمسم. هحط من ده على ده، اللي حابب ده ياخد اللي حابب ده ياخد. والشكل الحلزوني هحط عليها جبنه في النص كده وادخلها الفرن. هنا البيتزا بتاعتي كانت طلعت زي ما احنا شايفين كده، تحفه جدا، طريه وهشه بجد، كان طعمها حكايه. وكمان حطيت مكانها الباتيه بتاعي، حطيته على فرن سخن، وهنا كان استوى خلاص، خد لون معايا من تحت، لقيته لسه ابيض من فوق. ولعت عليه الشوايه حاجات بسيطه. هنا زي ما احنا شايفين طلعنا كام قطعه بيتزا، دي حوالي 12 قطعه بيتزا اللي احنا عاملينهم. ما شاء الله القطعه لوحدها مشبعه جدا، يعني ممكن تدي لاولادك في المدرسه قطعتين هيشبعوهم قوي. وهنا كان عمل معايا ما شاء الله 8 وحدات باتيه زي ما احنا شايفين كده، واللي هما الاتنين الحلزون. كل ده من كيلو الا ربع دقيق. والحشوات ممكن احشي الباتيه بدل ما بحشي جبنه موتزاريلا او سجق، ممكن اعملها جبنه قريش هتبقى حلوه جدا. ممكن اعمل ميكس جبن بس من غير اي حاجه. ممكن الجبنه الفيتا بتاعه العلب بجيبها وبحشيها بيه برده بتبقى حلوه جدا. كل دي افكار حشوات وكل دي حاجات. زي ما احنا قلنا البيتزا ممكن نستبدل السلامي بفلفل الوان او فلفل اخضر رومي عادي، او ممكن كمان نستبدل جبنه وزيتون بس ما نحطش معاهم اي حاجات لحوم، او لانشون البيف العادي الموجود عند البقال. خلاص يا حبايبي، دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. وما شاء الله الكميه الله اكبر جميله جدا. وزي ما احنا شايفين بصوا الباتيه كان لسه طالع من الفرن، ما عرفتش اقطعه بايدي عشان كان سخن، كان هيلسعني مورق. بصوا شايفين الرقات عامله ازاي، مورق جدا وجميل، وبجد كان طعمه تحفه جدا. ان شاء الله هستناكم تجربوها واستنى رايكم في التعليقات، واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش قبل ما انسى، دي الطريقه اللي انا هخزنه بيها في الفريزر، بستنى لما يبرد خالص يبقى يا دوبك دافي كده حاجات بسيطه، ما استناش لما يبرد تماما، لا يبقى يا دوبك دافي كده حاجات بسيطه قوي، واعبيها في الكيس واحطها في الفريزر على طول. باجي اطلعها بسيبها بس شويه كده على جنب من غير ميكرويف ومن غير اي حاجه، بتكون كاني لسه بالظبط مطلعاها من الفرن، بتكون تحفه جدا، مش محتاجه ان انا اسخنها تاني. خلاص يا حبايبي، هنا ما رضيتش اشيل الباتيه بتاعي لانه كان لسه سخن جدا طالع من الفرن، ما ينفعش اشيله خالص وهو سخن، لازم استنى لما يدفى. لما دفي زي البيتزا كده، اول ما دفي رحت حاطاه في كيس كمان وحطيته في الفريزر، وسبت اللي احنا هناكله بره بس حطيته برده في كيس بس ركنته على جنب عشان ما ينشفش. ودي كانت وصفتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.